هتقتلني. مين الحمار اللي كان شغال قبل هنا؟ ايه ده؟ ظبط لي بس الجناب كده. تمام. اهلا بيكم من عكرة. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ فيديو جديد وعيد سعيد عليكم. العيد خلص طيبين. عيد هيبقى خلص هيبقى خلص نحبه يعني. وهنرجع للشغل بقى والحاجات دي. طبعا احنا كنا اصلا عاملين فيديو قايلين هنشوف ايه في العيد وكده، بس الحمد لله ان احنا ما نزلناهوش لان احنا شفنا فيلم واحد من الافلام العربي. ويا ريتنا شوف. والله مش سيء للدرجه دي، بس يعني فيلم يوم 13 هنتكلم براحتنا وهنسيب حاجه صغيره في الاخر حرق كده. بص انا كده ما كانش عندي اكسبكتيشنز للفيلم. انت زي ما انت قلت الفيلم كان يا اما هيبقى حاجه جامده قوي يا اما هيبقى حاجه ضحك سف بقى وكده ونقعد نضحك طول الفيلم. تصدق طلع حاجه في النص او يعني هو طلع حاجه في النص، بس انا كنت بصراحه عمال قاعد انا وكريم بنهزر وانا وكريم. ما هو كده في حتت كتير بتهزر، بس هو الفيلم هو مبدئيا يا جماعه البريمس السريع كده، هو واحد بيرجع من سفر عشان عنده قصر وبيبقى عايز يبيعه، وبيبقى القصر ده معروف ان هو مسكون فما بيكونش بيتباع، فهو عايز يقعد فيه عشان ياكد للناس ان هو مش مسكون وكده، فبيروح وبنكتشف بقى ايه اللي بيحصل له في المكان يعني. هو الفيلم حاول يبيع القصه لذيذه، في جامب سكيرز كتير. انا بكره، بص انا بكره في حياتي الرعب بتاع الجامب سكيرز، بس هو البيسك، هو الفيلم تعتبر حاجات الرعب، الاليمنتس بتاعت الرعب كلها حاجات بيسك، بس هي حاجات مش موجوده في السينما المصريه. بالظبط، هي دي الفكره ان انت نديله نقطه عليه، ان هو عمل مجهود الصراحه ان هو يعمل جامب سكيرز كتير، يعني هو عامل بتاع 10 مثلا، يعني انا في 2 خضوني مثلا، وما شاء الله عمر اتخض في كله يعني ما علينا. فهو حاول على قد ما يقدر ان هو يوصل الرعب ده بالخضات الجامب سكيرز الكتير، منهم بتقلش ومنهم بتبقى حلوه. بس يعني في مجهود فيهم. غير كده الاجواء تمام، هي الصراحه الجرافيكس هي الوحشه قوي قشطه يعني. انا بلعتها، انا الفكره ان انا ما كنتش شايف تربع الجرافيكس بسبب ال 3 دي. انا ما اعرفش هي دي كانت المشكله في القاعه في السينما نفسها ولا في بقولوا لنا يا جماعه. هو كان بالذات هتعرفوا كده في مشهد ابيض واسود وفي احمر. اللون الاحمر بتلاقيه كان شاع كده وفي حاجه غريبه، ما اعرفش دي كانت مشكله في القاعه اللي احنا بنتفرج فيها ولا ده هو كده اصلا. بس كبرضه فيلم 3 دي يعني كنت حاسس ال 3 دي اليمنتس كانت بتطلع وكده، يعني دي كانت حاجه كويسه، كانت كانت معموله كويس. بس يعني انا بقالي كتير ما بحبش اصلا افلام 3 دي. كان اخر حاجه افاتار، بس غير كده قبل كده بقالي كتير، فلا كنت حاسس بحاجات 3 دي وفيلم عربي، فكانت دي خطوه لذيذه شويه يعني. انا اخر مره شفت حاجه 3 دي كان انت مان، وقلت ساعتها ان هو كان مقلل لي تجربه المشاهده. دي حقيقة. وده يعني ماشي، كنت في الاول عاجبني حوار 3 دي، بس بدات اتعب منه بعدين بالذات انا بلبس النضاره فكان بتتعب لي وشي، فالموضوع كان سخيف شويه. بس قشطه يعني، لو كنت شفته من غير 3 دي يعني كان هيبقى نفس التجربه عادي. يعني مثلا كان في مثلا هو اعتمد مثلا خضتين من ال10 دول على 3 دي شويه، بس غير كده ما كانتش فارقه معايا 3 دي يعني. طيب ايه بالنسبه لك الايجابيات اللي شفتها في الايجابيات؟ والله الكاست كان حلو يعني، كانوا جايبين كاست تقيل ممثلين بس عيب بس عيب. احمد داوود الصراحه ما بحسوش بيمثل قوي، بس ما علينا، عشان حسيت ان احمد داوود تقريبا اقل اداء في الفيلم يعني ما اشتريتش اي حاجه ولا حتى صح هنحرق في الاخر يعني ما اشتريتش منه الاداء قوي، بس غير كده التمثيل الباقي لذيذ. وبرضه اسمها ايه نسرين امين. نسرين امين طالعه مشهدين، بس مشهدين ايه توب يعني غير كده الممثلين لذاذ برضو. مجدي كامل كان بقاله كتير قوي ما شاء الله يعني، بقاله كتير قوي برضو. الحمد لله على السلامه، ان شاء الله نشوفك في افلام كتير كده. اللي فاجئني شريف منير، لان انا مش فاكر ان انا شفته في الاعلان ولا لا. انا شفته في الاعلان، اتفاجئت ان هو ايه ده شريف منير في الفيلم، فاهم؟ وعامل دوره ودوره كان لذيذ. هو بس دوره يعني كان حاسس ان كتابته غريبه، اللي هو دكتور وديتكتيف ومش عارف تحسه جايبه من فيلم انجلش كده. جاي فاللي هو يعني انا عايز اعمل شخصيه وحاطط له بقى اللي هو انا بولع السيجاره من نصها عشان محنك وكده، عامل بنوا بلانك المصري، فاهم؟ بس مش تحسه في الاخر هو تحسه عامل دانيال كريج كده. بس ماشي. السلبيات ايه؟ السلبيات الحبكه نفسها ما حسيتش ان هي مش متماسكه في الاخر بالذات كمان
يعني القصه كانت ماشيه كويس بس نهايتها يعني ما اقتنعتش بيها قوي. الحبكه والريفيل وكل الكلام ده ما كان اتفاجئتش اللي كله هو اي كلام اوف بالنسبه يعني لي. عادي يعني. الفيلم كان بيقطع بتاع ما اعرفش دي مشكله من السينما. ما تعتقد ولا أعتقد إن ممكن دي مشكلة في الفيلم السينما. نفسه يكون في حاجه ما اعرفش بس يعني قصدي يعني لو حد شافها في اي حته تانية كان هتلاقيه شغال عادي. يعني احنا بس عندنا برضو كان الفيلم بيقطع قطع كذا مره اللي هو كأنك طفى. تاخد استراحه كده وبعدين تلاقيه رجع تاني وقطع في مشهد. قطع في مشهد مهم جدا جدا. كنت اموت. يا ابن الله ده انت عفريت رخم قوي. محمد ثروت كان الصراحه هو فاجئ. بصراحه كان جامد قوي. هو عجبني حته ان هم حاطين كوميديا في الفيلم. يعني في كوميديا الاخر حلوه. الناس هنا في مصر مش هيتقبلوا الرعب قوي من حاجه بالظبط مصريه. لازم يبقى فيه ضحك. فعجبني ان هم بيحطوا الضحك وقاصدين ان هم يحطوه فحلو. محمد ثروت بقاله كتير يعني بيعمل نفس الكاركتر في كل الافلام اللي هو والجو صايع والجو ده. ايوه. فكنت ابتديت اتقفل منه مؤخرا يعني اخر مثلا 4 أفلام ده دخل فيه. لكن في الدور ده الصراحه كان حلو ما كانش سخيف. كان يعني احسن من حاجات كتير وعملها. كان لا يعني في حاجات كنت لا ضحكت جامد الصراحه في كذا حته يعني. فلا محمد ثروت برضو عامل شغل واضافه في الحته الكوميديه من جزء الفيلم. الاخراج الاخراج تقريبا وائل عبد الله انا عارف ان هو مؤلف اصلا فهو مؤلف ومخرج فتقريبا دي اول اخراج لي انا مش متاكد لو حد يعني عارف بس هو يعني اتفزلك كتير قوي في حاجات كده. عارف لما كانت بتاعه البيانو وقلب القلبه دي انا قعدت اتشقلب معاها اصلا. حسيتها يعني unnecessary شويه يعني. هي كانت تحسها فليكس اللي هو انا بعرف اعمل دي. ما بقول لك هو تقريبا اول فيلم ضايقتني فاهم وانا بتفرج. هي لذيذه حتى هو عامل كام افتكاسه كده منهم حاجات ايه ده حلوه دي ومنهم اللي هو لا وسعت منك. فهو تقريبا عشان اول فيلم فعايز يبين شغل يعني. بس في حاجات حلوه وحاجات هو ما كانش مركز فيها بجنيه بقى يعني. انا عجبني اصلا ان هو استغل حاجه كده ما استغلهاش تاني لاخر الفيلم بس ممكن يكون قاصد. في اول لما دخل القصر الصبح لما طلعت له الست من ورا العمود الجامب سكير الاولانيه دي انا كنت طول الفيلم بقى ايه خلاص كل ما يعدوا من عند عواميد بقى ايه ابقى مستني اللي هو هيطلع لي حاجه. فدي دي عجبتني بصراحه الحته دي. يعني في حاجات كانت هو ما عملهاش كويس في الاخر انا نسيتها. بس هو زي ما بقول لك هو اجماليا يعني في غلطات كده برضو الواحد عدها. بس هو كمجمل يا جماعه هو فيلم يعني تجربه. اللي بيحب افلام الرعب يخش يجربه لان فاهم بقى 3D وهو بيني وبينك تقريبا يعني الفيلم الوحيد اللي ممكن تستاهل تنزله في العيد في الاغلب بين الحاجات التانية الموجوده يعني. فهتجرب 3D هتجرب حاجه رعب بيحاولوا يعملوها فيها عامه مجهود مش احسن حاجه بس لذيذه يعني. ممكن تستمتع بيه يعني. تديله كام قبل ما نخش على الحرق؟ يعني ممكن اديه 6 يعني. في الاخر يعني اما يعني انا عايز احسب لهم المجهود اللي هم عملوه مع كده بس انا الحاجات اللي حاولوا يخضوني فيها اللي هي الجامب سكيرز ما ضحكت بس في مواقف ضحكت عليها. لا هو اصلا على فكره كانوا عاملين كوميديا لذيذه برضو. احنا قلنا تقييم 6 ونص بالنسبه لي كده كارمينو يعني. واتمنى ياخدوا خطوات الرعب دي اكتر الفتره الجايه يعني. تركزوش قوي على حوار 3D غير لو الفيلم فعلا مستاهل 3D غير كده مش شايف ان هي ليه لازمه. بس اتمنى فعلا لان احنا في مصر بالذات حوار الرعب ده ضعيف قوي عندنا يعني. طبعا يعني مثلا ترجع لورا تلاقي ابواب الخوف بقى وحاجات كده بس غير كده كامب ده كان ده كان بالنسبه لي حاجه وانا صغير. والمصحف لا تاني مش عارف لا بس بيت بيتي نص كوميدي نص رعب. بس هم عملوا المزيج اللي انت كنت لسه بتقول عليه من شويه ان احنا المصريين بياخدوا حاجات ضحك وكده فهم عملوا ميكس ما بين الاثنين. ومع انه المفروض حاجه كوميدي بس كان في حاجات بتحسسك بتوتر شويه اللي هو ايه ده في رعب جاي بس اللي هو مش رعب بس كان عامل تاتش حلو الصراحه. بس نحرق بقى مشهد القطه بتاعت في الاول دي كان عبط فشخ بصراحه. كان الجرافيكس وحش فشخ بس حركه حلوه. بس هي الصراحه الجرافيكس كانت فاكسانه بس يعني هو كان 3D وبتاع فاللي هو كانت عجباني. بس لو القطه كانت احسن من كده. البلوت تويست التعبان عامه الخضه دي كانت جامده. لا التعبان نفسه لما طلع وبعدين راح عامل كده دي خضه حلوه الصراحه. وكابلوت بقى في الاخر عشان دي وحشه يعني فاهم. انا اول ما فتح وراح ضارب فاهم وقع على الارض وقعد العبط ده ما اقتنعتش اصلا انه عنده صرع وبتاع يعني. ماشي هو قتل امه وهو صغير فسافر. طب هو دلوقتي عشان يعني دينا الشربيني لابسه نفس الفستان فراح طلع استخبى في نفس الدولاب استناها تفتح وراح راشقها. ايه ده عفريت احول وتخين وقصير يا
انت ايه اللي دخلك جوه الدولاب؟ ها؟ بتعمل ايه جوه الدولاب؟ ما تبقاش البدله. بس هو كان متعود ان امه في حاجه بس يلا مش مشكله. يعني ما علينا، الخبطه نفسها يعني مش يعني ما اقتنعتش ما باللي هو اقتنعتش خالص خالص، ما كنتش فاهمها. وبعدين هو الفيلم اصلا قلب في الاخر تحسه قلب ميردر ميستري كده، والحته دي انا عجبتني. حته التجميع دي كانت عجباني، التجميع كانت ظريفه، هنعمل حفله بس اللي هو تاني حسسني ان هو هيوريني بقى دوافع ويوريني مش عارف ايه ويقلب انا قلت الفيلم. بقى كل واحد هيشككنا فيه شويه، بس هو تقريبا ما كانش فيه وقت في الفيلم ولا ايه. لا ده كنا بنتكلم على الميردر ميستري والجو يعني كان حلو التجميع دي، وان هو بيعيد نفس اليوم، بس برضه بعد كده فجاه لقيته بيكشفها لي طلعت فوق، فاهم؟ دولاب انا كنت فاكر لسه في اكيوزيشنز فيه لسه هنعمل. واضح ان الفيلم كان هيبقى يطول منهم، فقال لك يلا نخلص من الموضوع، فاهم؟ يعني الفيلم اصلا مش قصير، فيلم 2.5 ساعات باين. ساعتين هو يعني هو مش قصير، ولو كان 2.5 ساعات كان هيبقى طول بصراحه، لان انا ما كنتش هستحمل 2.5 ساعات يعني. دي حقيقه. بس ماشي. غير لو كان حاط لي اجواء بقى سسبنس، انا ما كنتش حاسس باجواء سسبنس خالص. يعني انا بس كانت هو بس وقت جامب سكير ممكن تخضني وخلاص ارجع تاني بقى اشوف ايه اللي بيحصل، فاهم؟ كده كده اصلا طول ما كان محمد ثروت موجود فانا كنت اللي هو مبتسم، ما ابتديتش بقى اركز واحس ان ممكن يبقى في حاجه غير لما خرج. فكده كده كانت الاجواء بمحمد ثروت كانت لذيذه كده كوميديا. بالظبط. كنت اقول حاجه اخيره، حته قفشناها برضو في التكنيكات، اما خد المقص وطعنها بعض الطعنات وبعدين امن فوقيها طرطيش الدم على الشاشه وفشختنا وكانت هتطلع على النضاره، وبعدين قايم من فوقيها القميص بتاعه ابيض، فاهم يعني؟ ما خد بالك الدم جه الكاميرا بس. صح. يعني نعتبر نعم كريم رافعي. الخاتم اللي قعدوا عملوا عليه حوار وفي الاخر ما طلعش اي 30 ملوش اي لازمه. يعني الست اللي كانت بتدور على الخاتم من اول البتاع ده، وبعدين فاهم اصلا هو يعني الحبكه ان هو الخاتم اللي وقع منها ده طلع الخاتم، يعني خاتم قالوا ان هي اتسرقت، طلع الخاتم بتاع لفه كده اللي هو ايه يا جدعان، وملوش علاقه باي حاجه. نسرين امين خدته في الاخر اللي هو وجابوها كده وشها بعد ما اكتشفت اللي هو انا خدت وما فهمتش بقى كل يعني حسسني ان هو اول ما احمد داوود جه كل ما يقابل الموظف الفيلم تبص بصه كده يقعدوا يسبلوا لبعض يا جماعه، يعني هو ايه في حاجه احنا مش عارفينها. اكتشفنا ان نسرين امين كانت بتجري وراها على ترابيزه السفره ومش عارف انا دينا شربيني مش فاهم علاقتهم بجد، مش فاهم علاقتهم. متجوزه التاني ويروح عندها البيت يقول لها ايه ده، كان قال لها ايه لما قالت له هبت في هبتي في اسره مسكون. لا مع 2 رجاله عادي بيس. انا والرجاله ايه المعزتين، فاهم؟ فلا هو يا جماعه هو فيلم كده فور فان كده، فيلم عيد خش فاهم، هتضحك شويه، اللي بيتخض يتخض من كام لقطه كده وبقى تجرب في 3 دي، لكن غير كده مش اللي هو لا يلا قوم خش شوفه دلوقتي يعني. بالظبط. بس يعني اتمنى تبقى خطوه كويسه، ممكن يعني يتعلموا بقى من الغلطات وبتاع ويعملوا حاجات احسن بعد قدام يعني، بالذات خطوه ال 3 دي ده يعني. لا قشطه، يعني مش شايف ان شرط خطوه ال 3 دي، انا شايف لا هي خطوه في صناعه السينما عندنا ان احنا نعمل بكاميرا 3 دي وبتاع. يعني قدام بقى فاهم ممكن نعمل بكاميرا اي ماكس لو فيلم زي مروان حامد بس يعني اللي ممكن يعمل حاجه زي كده، لانه هو يعني اللي بيعمل افلام نظيفه طبعا مع مخرجين تاني طبعا كتير، بس انا قصدي يعني دلوقتي فيعني اتمنى يبقى حاجه كويسه قدام، حاجات احسن يعني، ويتعلموا من الخطوه دي. بالظبط. اعتقد كده كفايه كده زي الفل قوي. ومعلش ان احنا ما دخلناش باقي الافلام، بس يعني ما فيش وقت وما فيش حاجه مستاهله. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وشير سبسكرايب، وقولوا لنا رايكم في الفيلم في الكومنتس، لو شفتوه ايه العيوب اللي نسيناها مثلا نتكلم عليها، ايه المميزات اللي شفتوها، كل الكلام ده. ولو في حاجه مستنينا عايزيننا نشوفها نتكلم عليها قولوا لنا برضو. ما تنسوش تابعونا على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام وتيك توك. بس كل سنه وانتم طيبين. ايه الجرس بتاعي احنا ما قلناش الجرس، ما اعرفش مقصرين مع الجرس. كريم اخر مره فكرنا محتاجين نجيب جرس بجد تقريبا. تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس. حاضر نحط لايك وشير عشان يجيلكم الفيديوز الجديده. ماشي. احنا بنحطهم بس الجرس يا جماعه، الجرس عشان يجيلكم الفيديو الجديد دايما. بس استنوا ان شاء الله الفيديو اللي جاي مش عارف هو ايه، وبس نشوفكم على خير ان شاء الله. ممكن ايفل ديد عشان هقنع مندو يشوف. لا هخطفه وهنشوفه. فيلم هيبقى جامد قوي يا جماعه. يلا سلام. اكشن. انا مالي
عيب كده، انا بدأت تصوير. ايه يا ابيض؟ يا ابن الكلب انت يا جزمه، الدوشه اللي انت عاملها لنا دي يا مجنون يا ابن المجنون. يا بابا لازم اتمرن يا بابا. اتمرن على ايه يا اخويا؟ الامتحان بكره. انا عاوز جريان. خد المفروض ابقى ماسك واحد، ده بروفا صح؟ ماشي تمام. خبط. بحرقك يا اسطى. ايه يا عم؟ انت ماشي حلو يا عم. انت لابس ايه يا اسطى في الدولاب؟ يا اسطى يا اسطى يعني انت كده هتقتلني بجد. يا اسطى يا خلاص يا ابني. بيخاف من العفريت يطلع الصح بتاعه، اللي بيخاف من العفريت يتهيأ له انه يطلع له، يتهيأ له. بس